Guarda che Babrulla لطفك شاكرا ورجب. انا دايما لما بكون في البيت انا الهدف الاول عندي ان انا بشتغل على 3 محاور. المحور الاولاني استخدم اللي موجود، وده مهم جدا لان ده بيبقى ايكونومي يعني او اقتصاديا. ثانيا تغيير الوصف او تغيير الشكل. رابعا الجذب. معايا فراخ انا كانت فاضله معايا، او نقول صدور الفراخ، اي شيء فضل معاكي، فببتدي اخدهم تقطيعه الطويله الرفيعه. فممكن نعملها بالطريقه السهله دي وهي مستويه كمان. انا دايما لما بكون في البيت انا الهدف الاول عندي ان انا بشتغل على 3 محاور. المحور الاولاني استخدم اللي موجود، وده مهم جدا لان ده بيبقى ايكونومي يعني او اقتصاديا. ثانيا تغيير الوصف او تغيير الشكل. رابعا الجذب. هما دول ال3 مراحل اللي بيشتغل عليهم اي حد شاطر في المهنه او طباخ شاطر، بحيث ان انا ما يبقاش عندي مخلفات كتير. ثانيا اكلي مش متكرر. ثالثا كل مره بيبقى هم عايزين ياكلوا منه. انا خدت الفراخ على المنظر دون بنفس التقطيعه. اجي للخطوه الثانيه، دي نفس التتبيله لو عندي الفراخ مش مستويه، بس الفرق هنا ان انا كنت بتبل الفراخ الاول، دلوقتي انا هعمل تتبيله سريعه. هحاول اعمل لضه للي موجود عندي، والتتبيله دي عباره عن زبادي او قشطه، حطيت عليه ملح، فلفل اسمر، جنزبيل فريش، ثوم، سبيس كمن او الكمون المصري، وشطه. وبعد ما ضربتها هنزل عليها بسنه صغيره عصير ليمون، ولو في عصير برتقال سنه صغيره. هبتدي اخلط المكون اللي معايا اللي انا عملته، اللي هي تعتبر التتبيله، وهدورها بالشكل دون بحيث ان هي تتجانس كلها مع بعض، وبحطها في الفرن. طبعا لو عندي فرن كويس بظبط الفرن على 200 درجه حراره لمده 10 دقائق او 12 دقيقه، بتبقى منها تسخين ومنها ان انا خدت المزيج بتاعها، وبتبقى هي دي معانا المنظر بتاعها. معايا انا هنا ممكن مايونيز او قشطه او الاثنين مع بعض، او زبادي كمان. حطيت عليه ثوم، ملح، فلفل اسمر، مستردة، عسل، وهبتدي اضربهم. هطلع منه الثوميه او الفيتلوك صوص. هنا انا كده وصلت للصوص اللي انا عايزه، دريسنج الثوم. هي دي بقت شكلها لما خلصت. ممكن اديها سن التزويق بحيث ان يبقى شكلها جذاب، وده المنظر النهائي بتاعها. عملت لهم طبق سلطه من الخس، بصل احمر، اي سلطه موجوده عندي، وهبتدي اوريكم هنقدمها ازاي. فيبقى عندهم بطاطس، عندي عيش، عندي شاورما، عندي سلطه، عندي دريسنج. Guarda che Babrulla لطفك شاكرا ورجب.